عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة أكلة حلوة جدا كلنا بنحبها. عملنا الكشري المصري. عملناه بطريقة سهلة وبسيطة، ما خدش مني غير نص ساعة بس. شايفين الجمال؟ الكشري كان طعمه جميل جدا. جربوا الطريقة وإن شاء الله هتعجبكم. تعالوا بينا نخش على المقادير ونشوف احنا عملنا ايه. دول 3 بصلات كبار، قطعتهم جوانح رفيعة جدا كده بالشكل ده، وحطيت عليهم معلقتين كبار من النشا. هقلب البصل مع النشا شويه كده، هغلف البصل كله بالنشا. وعندي بقى زيت حطاه على النار عشان يسخن، ده الزيت اللي هنعمل بيه كل الكشري. هنزل بالبصل كده في الزيت وهحمر فيه شويه. اول ما هياخد اللون الذهبي هطلعه على مصفى، هصفيه وهيبقى بالشكل ده. سامعين القرمشه؟ تعالوا بينا بقى نحمر كمان العيش. ده عيش شامي، انا قطعته بالمنظر اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده كده اهو. التقطيعه دي هحمره برضو زي ما حمرت البصل، وهطلعه على مصفى لغاية ما يتصفى، وهنشوف شكله دلوقتي هيبقى عامل ازاي. اهو شكله بالجمال اللي احنا شايفينه ده، خد اللون الذهبي. سامعين القرمشة برضو؟ هنرش عليه بقى رشة من الكمون ورشة من الملح، وهنسيبه دلوقتي على جنب عشان نشوف بقية المكونات اللي عندنا. عندي بقى حلة على النار، انا حاطة فيها مية علشان تغلي اهي. هضيف عليها معلقة كبيرة من الملح، وهضيف عليها مكرونه سباكيتي ومكرونه من الصغيره خالص بتاعه الكشري. اول ما هتستوي هصفيها، وهحط في الحله 3 معالق كبار من الزيت هيسخنوا قوي، وهنزل بالمكرونه في الحله، اديها تقلبتين كده مع الزيت عشان تبقى مفلفله وجميله زي ما احنا شايفين. هنشيلها من على النار. وعندي بقى العدس انا غسلاه كويس، هضيف عليه ميه سخنه كده وهسلقه نص سلقه مع رشه من الكمون ونص معلقه صغيره من السكر. تعالوا بينا بقى نعمل الكشري. عندي كوبايه الا ربع من الشعريه، هحمرها كده شويه لحد ما تاخد اللون الذهبي اهو بالشكل ده. هحمر فيها شويه لحد ما اوصل للون ده. كنت غاسله بقى كوبايه ونص من الرز، هضيفهم كده على الشعريه، هشوح فيهم شويه كده مع بعض، وهنزل عليهم بالعدس. دي كوبايه من العدس، ده العدس اللي ادينا له سلقه، صفيناه وهنضيفه كده على الرز وعلى الشعريه. هضيف عليه رشه من الكمون ومعلقه كبيره من الملح، هقلبهم كلهم كده مع بعض، وهضيف عليهم بقى الميه المغليه. هظبط الميه بتاعتي بقى، وهغطي على الرز والعدس لغايه ما يتشرب ميته اهو بالشكل ده. هنغطي عليه. هنا انا كنت نقلته على عين تانية، عين هاديه شويه، شرب ميته. هنقلبه بقى ونضيف له شويه من البصل اللي احنا حمرناه الجميل ده، بيديله طعم حلو جدا. هنغطي عليه بقى ونوطي عليه ونسيبه لغايه ما يستوي. هنا كان استوى اهو بالشكل ده، بعد نص ساعه استوى بقى مفلفل وبقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده، ريحته جميله. تعالوا بينا بقى نعمل الصلصه. عندي حله فيها زيت، هنزل بمعلقه كبيره من الثوم، هشوح في الثوم كده لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي احنا شايفينه ده. هنزل عليه بمعلقتين كبار من الخل، وهنزل عليه بعصير طماطم، ده لتر من عصير الطماطم. هقلبها كده شويه وهغطيها عشان تغلي. اول ما هتغلي هتبلها بقى، هضيف عليها معلقه كبيره، معلقه صغيره بس مليانه من الملح، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره، نص معلقه من السكر. هقلبهم كده واغطي عليها شويه، هسيبها تغلي غلوتين وهطفي عليها. دي بقى الدقه. عندي زيت، دول معلقتين من الزيت، ضفت عليهم معلقه صغيره من الثوم، هديله تقليبه في الزيت، وهضيف عليه ربع كوبايه من الخل، نص كوبايه من الميه المغليه، عصره نص ليمونه، رشه من الكمون ورشه من الكزبره ورشه من الملح. هتغلي الحاجات دي كلها كده معايا، هديها غلوه واحده بس وبعدين هصفيها عشان انا خلاص مش محتاجه الثوم. انا خدت نكهه الثوم وخدت ريحه الثوم، خلاص مش محتاجاه. تعالوا بينا
نعمل الشطة. انا هنا مكتره الزيت شويه عشان انا هعمل شطه زيت زي اللي بتتباع في المحلات او زي اللي بتبقى مع الكشري في المحلات بالشكل ده. هقلب معلقتين كبار من الشطه في الزيت، واول ما لونهم يغمق شويه هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الصلصه. هقلب تقليبه كده وهطفي عليهم. كده خلاص خلصنا الكشري. خد مننا نص ساعه بالظبط وطلع بالجمال اللي احنا شايفينه ده. انا كان عندي حمص مسلوق ضفته كده على الكشري اهو، شايفين الجمال. حطينا كمان العيش وحطينا الدقة، وادي الشطة الزيت. طبق الكشري في منتهى الجمال. جربوا الطريقة وان شاء الله هتعجبكم. وان عجبكم الفيديو لايك وشير.